السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني الكرام في قناة ام بشرى الطبخ والمغامرات. اليوم جيتكم بواحد الوصفه بنينه بزاف وسهله ومكونات يعني موجوده. السلق سبانخ الموسم نتاعها، وراح نحضر معكم واحد الكراتان شباب بزاف تحضيرا لرمضان ان شاء الله. بقاو معنا الى اخر الفيديو باش تشوفوا الوصفه تاعنا، واللي ما ابونيش في لاشين يابوني ويدعم القناه باش ديما تعطيكم الجديد ان شاء الله. بقاو معنا الى اخر الفيديو. متابعيني الكرام، كما قلت لكم الوصفه هذه ان شاء الله راح نسحقوا السلق كما راكم تشوفون بعد ما نطفوه مليح بالماء، ونسحقوا سنينه نتاع الثوم انا مقطعتهم ومحضرتهم، ونسحقوا جوا حار هكذا، ونسحقوا البطاطا راني درتها ديجا تفيض باش نربحوا الوقت. بالنسبه للطريقه لهذه الوصفه ان شاء الله واش راح نديروا؟ اول حاجه رايحين هذيك السبانخ اللي هي السلق كما راكم تشوفوا، بعد ما تنقيها مليح بالماء ماشي حتى تقطعيها خاطش يكون فيها التراب بزاف. اول حاجه نحو هكذا، نحو الخيوط ها كما راكم تشوفوا، نحو الخيوط من الجهتين هكذا هكذا كامل الاوراق كما راكم تشوفوا. شوف نحي هذا الخيوط كامل، ومن بعدها نقصوهم. استني نكملوا هذه الحبات ونقصوهم كما نقصوا. شوفي هذيك شحال فيها خيوط هكذا، نحي على الناحيتين هكذا كما راكم تشوفوا. نكملوا كامل الاوراق نتاعنا نتاع السلق، ومن بعد نقطعوهم بالطريقه التاليه. كما راكم تشوفوا دركا نولوا نقصوهم بالطريقه هذه، نقصوهم صغار خلاص كما راكم تشوفوا. يعني وصفه بنينه بزاف، وعندي وصفات بزاف بهذا السلق، كل مره ندير لكم طريقه مع سيدنا رمضان راه جاي. نحبوا هذو لي كغاتان وهذه الوجبات المليحه على طاوله رمضان باذن الله. يعني وصفه ما شاء الله بنينه بزاف، وحتى السلق مفيد للصحه، يعني فيه الحديد اللي عنده لانيمي ولا ما عليه غير بهذا النوع من السبانخ. كما راكم تشوفوا انا نعاود نرجعهم في الكسكاس نتاعي هكذا، نعاود نغسلهم كي نكمل كامل نغسلهم هكذا ونحطهم يفوروا. كي نحطهم يفوروا نضيف لهم الثوم اللي قصيته يعطيه بنه ولا اروع، نقص ثاني جوا تاع حار نديروه معاه يفور يعطيه بنه مليحه، ونحطوا له الملح ونحطوا له لي زيبيس وهو يفور. والبطاطا راهي بجهه تفيض. دوكا كي ندير حضروا لي في زوج نوريكم الطريقه تاع تحضير هذه الكراتان. بقاو معايا الى اخر الفيديو. كما راكم تشوفوا متابعيني اني ضفت الفلفل قصيته رقيق بزاف، وضفت الثوم، وراح دوكا نخلطو باش اللي راه لوطا يطلع الفوق يعني يدخل في بعضه خاطش باش يطيب كامل متجانس. وفي نفس الوقت نحطو كما قلت لكم الملح، ونحطو لي زيبيس انت واش تحبي يعني على حسب الذوق. حطو هكذا الملح باش يجي بنين، ولي زيبيس نتاوعنا نعاودو نرجعوه يفور. متابعيني الكرام بما راه يطيب السلق نتاعنا والبطاطا، نروحو نحضروا دركا لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل اللي موالفين نحضروها نسحقوا يعني طرف تاع الزبده هذا، نسحقوا 2 معالق كبار تاع لافارين، ونسحقوا الحليب. دركا نروح ندوب هذاك الدهان وندير معاه لافارين، ونكمل لكم الوصفه نتاع لاصوص بيشاميل. بعد ما ندوب هذيك الزبده نضيفوا لافارين هكذا ونحركوا بالعقل فوق الغاز حتى اللي تدخل كامل هذيك الزبده في لافارين هكذا،
ومن بعد نبقاو نزيدو الحليب شويه بالعقل ونحركوه حتى اللي نتحصلوا على كريمه. ومن بعد نضيفو الملح والفلفل الاسود وطرف فخوماج اذا عندك. هذا ما كان. كما راكم تشوفوا لاصوص بيشاميل تاعنا راهي حاضره. دركا نحطها بجيه ونروح نحضر البطاطا نتاعنا بلا ما طاب السلق. هاي البطاطا تاعنا كما راكم تشوفوا. دركا نطحنها هكذا مليح، ومن بعد نزيد لها الملح ولي زيبيس. خاصيه ما درنالهاش الملح، نزيدوا لها الملح ولي زيبيس. ايوا ونروحوا نحضروا الطبق تاع الكراتان تاعنا. لاصوص بيشاميل راهي حاضره، البطاطا راهي حاضره، السلق صايو قريب. خلاص دركا نحضروا في المول نتاعنا وندخلوه للكوشه. بقاو معنا باش تشوفوا باقي المراحل. كما راكم تشوفوا هكذا كنضيفوا لي زيبيس ونضيفوا الملح برك. كما راكم تشوفوا تابعيني الكرام، هاو السلق نتاعنا وحاضر كما كتشوفوا، والكميه قلالت بالطبيعه كيطيب، والبطاطا حاضره. دوكا نروحوا نحضروا المول نتاعنا. نحطوا كما راكم تشوفوا طبقه نتاع السلق، نضيفوا عليها طبقه تاع البطاطا هكذا. كما راكم تشوفوا ونحاولوا نستويوها هكذا باش يخرج لنا على شكل طبقات. كما راكم تشوفوا بعد ما استوينا هذيك الطبقه تاع البطاطا، دركا نضيفوا السلق نتاعنا الطبقه الثانيه. حطيه في الكسكس باش يستقطر لك ثاني، مابقاش فيه هذاك الماء. نوزعوه هكذا بالتساوي. كما كنشوفوا بعد ما وزعنا الطبقه هذه نضيفوا البطاطا اللي بقات لنا، نحاولوا نستويوها بالعقل. بعد ما تستويها مليح اخر طبقه اللي هي لاصوص بيشاميل، نجيبوا لاصوص بيشاميل تاعنا ونضيفوها كما راكم تشوفوا. ونضيفوها يعني كراتان بنينه يعني بالبزاف كاع، مليحه. رمضان ان شاء الله نديروا كيفيات وجدوها. كما راكم تشوفوا توزعي الكميه تاع لاصوص بيشاميل كما راك تشوفي هكذا بالتساوي. يعني والكميه عينك ميزانك على حسب انتي واش تحقي وعلى حسب المول نتاعك. كما راك تشوفي دركا اخر حاجه رايحين نعطو لمسه بالفخوماج، يعني نرافو فخوماج فوقها هكذا. كما راك تشوفي هكذا. دركا رايحه ندخلها للفرن قيس ما تتحمر شويه، يعني حكايه ربع ساعه حتى 20 دقيقه، ونوريها لكم. حاضره بقاو معنا الى اخر الفيديو. نوريكم متابعيني كيفاش تكون على شكل طبقات. شوفوا يعني تشوفي طبقه تاع السلق والبطاطا، السلق بطاطا ومن بعد لاصوص بيشاميل. بقاو معنا الى اخر الفيديو. متابعيني الكرام كما راكم تشوفون رانا خرجنا الكراتان تاعنا، راهي بنينه بالبزاف، الريحه تاعها راهي تشهي. دركا راح نقص لكم مورسو نوريكم كيفاش تكون الطبقات نتاعه. رايحين نقصوا مورسو. بسم الله. صدقوني بنينه بالبزاف، جربوا الوصفه وما راحيش تندموا عليها.
راهي تشبه اللازانيا، تحسبي لازانيا هكذا. باش نهزو مورسو ونوريكم كما راكم تشوفوا. شوفوا الله يبارك الطبقات اللي حضرناهم تاع البطاطا السلق، يعني بنينه بالبزاف. وشاهي طيبه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.